نعم. الشيخ، أرجو شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها فعليه وزرها ووزر من عمل بها. وهل هو في الصحيحين؟ أي هذا حديث ثابت في الصحيحين أو أحدهما. شيخ، لو شرح الحديث. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. سبب ذلك أنه قدم أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم فقراء، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء رجل ومعه صرة قد أثقلت يده فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فيكون معنى الحديث: من ابتدأ العمل بسنة. ولنضرب بهذا مثلا في وقتنا، لو فرضنا أن رجلا من أهل العلم ذكر الناس بشيء لم يكونوا يعرفونه، وهو من السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقام أحدهم فعمل به وصار هو أول من قام، نقول هذا الرجل سن سنة حسنة. والمعنى أنه عمل بسنة أول من عمل بها هو، فصار سن سنة حسنة بالعمل بها أول من عمل. فهمت؟ هذه واحدة. المعنى الثاني: من سن في الإسلام سنة حسنة، بمعنى أن السنة اندثرت ونسها الناس، فقام رجل فعمل بها فسنها للناس، هذا أيضا سن سنة حسنة. ودليل هذا أن عمر رضي الله عنه لما أمر الناس أن يجتمعوا في قيام رمضان على إمام واحد قال: نعمة البدعة هذه، فسماها بدعة وهي سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، لكن سنة باعتبار أنها تركت وهجرت ثم ابتدأها عمر رضي الله عنه. وأما أن يسن شيء من العبادات غير مشروع ويقول هذه سنة حسنة كما يوجد في بعض الطوائف، طوائف أهل البدع، فلا، ما يمكن أبدا أن يكون هذا حسنا. ولهذا زعم بعض أهل البدع الذين سنوا عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، زعموا أن هذا سنة حسنة، فيقال لا يمكن أن تكون حسنة وهي بدعة أبدا، كل بدعة ضلالة. عرفت؟ إذا صار معنى من سن سنة حسنة يعني صار هذه واحد، أو أول من عمل بها بعد الدعوة إليها. نعم.